وصفة النهاردة هي أسهل وصفة ممكن نعملها في البيت علشان العيد. هنعمل بسكوت العيد الهش المقرمش الدايب في نفس الوقت. هنعمله كمان بشكل اقتصادي 100% بسمنة وبدون زبدة وبدون ماكينة، بالكيس والقمع كده، وهنعمل أحلى بسكوت ممكن تدوقوه في البيت. خلينا نبتدي على طول بالمقادير، والمقادير الجاية اللي أنا هقولها دي كلها مقادير نص كيلو بس من الدقيق. اول مكون معايا هو السمنه، زي ما اتفقنا البسكوت بتاعنا اقتصادي فهنعمله بالسمنه بدون زبده. كوبايه من السمنه اللي هما 250 جرام اللي هما ربع كيلو، تكون بدرجة حرارة التلاجة. هنزود عليها كوباية من السكر البودرة اللي هما 160 جرام من السكر البودرة، ويفضل زي ما قلت لكم قبل كده سكر بودرة جاهز، لو مش موجود ممكن تطحنوه في البيت عادي. بنضرب السكر والسمنة مع بعض كويس جدا، سواء في العجانة او بمضرب كهربي او حتى بمضرب يدوي، المهم ان هما يمتزجوا كويس جدا مع بعض، والسمنة لونها كده يفتح ويبقوا عاملين زي الكريم شانتيه شوية. كل شوية كنت بوقف وانزل الجوانب عشان اتأكد ان المكونين السكر والسمنة بقوا حاجة واحدة. شايفين اللون بقى فاتح ازاي؟ ده المطلوب، عاملين زي الكريم شانتيه كده. هنبدأ بقى ان احنا نزود البيض. هنحتاج للوصفة كلها 3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هنزودهم بيضة بيضة، ما ينفعش نزود التلاتة مرة واحدة. نزود البيضة الاولانية ونكمل ضرب لحد ما تختفي تماما، بعد كده نزود البيضة التانية وبرضو نكمل ضرب تختفي تماما، ونزود البيضة الاخيرة. دي البيضة الأخيرة زودت معاها معلقة صغيرة من الفانيليا، وممكن تكتفوا بالفانيليا بس أنا حابة إن البسكوت يكون فيه طعم البرتقال وكمان يديله لون أورنج كده شوية، فزودت معلقة ونص كبار من بودرة التانج. عارفين تانج البرتقال اللي هو بنعمله عصير؟ حطيت منه معلقة ونص كبار، والفانيليا والبيضة الأخيرة، وكملت ضرب لحد ما كل المكونات بقت حاجة واحدة. هنا بقى هنزود الدقيق. نص كيلو من الدقيق 500 جرام اللي هما بالأكواب المعيارية 3 أكواب ونص. زودت بس على الدقيق رشة ملح صغيرة كده بين صوابعي، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. احنا مش هنعجن، مجرد بس ان المكونات تمتزج والدقيق يختفي. طبعا شلت المضرب اللي هو السلك وحطيت الكف اللي هو بتاع العجن، ولو انتوا بتعملوا الخطوة دي بمضرب كهربا فيفضل ان انتوا تقلبوا الدقيق مع باقي المكونات بايديكم لحد ما يبقى عامل زي ما انتوا شايفين كده، عجينة بتلزق بس مش بتلزق قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده هي هشة وكل حاجة، بس مش عجينة متماسكة. بس في نفس الوقت لو حطينا ايدينا الناشفة عليها كده مش هتلزق فيها. عايزينها تكون عجينة لينة بس في نفس الوقت مش لينة قوي، بس تبقى سهلة ان هي تنزل من القمع. فاهمين قصدي ايه؟ فما نزودش دي كتير يعني، حاولوا ان انتوا حتى تزودوا كمان الدقيق بالتدريج. شيلوا منه معلقتين 3 كده على جنب من النص كيلو، عشان لو احتجتوهم تزودوهم، لو العجينة ما احتجتهمش ما تزودهمش. نيجي بقى لتشكيل العجينة، مفيش اسهل من كده. الكيس العادي اللي هو الكيس حلواني عادي، والقمع اللي هو بتاع البسكوت، اي حجم موجود عندكم. انا الحجم اللي انا بستخدمه صغير شوية، ما لقيتش الاكبر منه، بس اي حجم واي شكل هينفع يعني. اهم حاجة لو حسيتوا ان العجينة بتسخن منكم او الجو حر جدا، سيبوها في التلاجة وخدوا منها وهي في التلاجة. نبدأ بقى ان احنا نشكله، ويفضل زي ما قلت لكم في كل الوصفات اللي فاتت صواني ألمونيوم، وبايدينا كده، ونحاول نخلي ايدينا ثابتة على الصينية ونضغط ضغطة واحدة عشان البسكوتية كلها تكون بحجم واحد. طبعا انا معرفش اعمل كده لان انا عندي يعني هتحسوا ان انا ايدي مهزوزة شوية، مهندسة ما شاء الله قد الدنيا، مش عارفة اعمل شوية بسكوت يكون شكلهم طولي مظبوط يعني، متخيلين؟ ما علينا، طبعا بهزر. هندخلهم بقى على فرن يكون متسخن كويس، درجة حرارة من 150 ل 160 اللي هي المفروض تكون درجة حرارة هادية، في تاني رف من تحت. ما بتاخدش وقت خالص يعني، من 10 ل 15 دقيقة بتلاقوها اخدت اللون ده، وما بتحتاجش الشواية اطلاقا. اول ما بتخرج من الفرن سيبوها تهدى شوية، وبعد كده ابدأوا حركوها من الصينية، هتلاقيها بتتحرك معاكم بكل سهولة. قد ايه لذيذ وبجد تحفة. انا جربت على فكرة بسكوت الزبدة والبسكوت بالسمنة، الاتنين تحفة يعني. بسكوت الزبدة هنزل لكم الطريقة بتاعته بكرة فاستنوها، بس بجد الاتنين تحفة، لازم تجربوا الطريقة دي. كوباية الشاي بلبن الصبح بقى في يوم العيد كده، وبالهنا والشفا. جربوه، هستنى رأيكم، وبالهنا والشفا مقدما. وان شاء الله اشوفكم على خير قريب في فيديو جديد.